هذا اليوم لتكريم اساتذتنا الكرام الاستاذ فضيله الشيخ احمد محمد زلط وفضيله الشيخ فكري زلط وعمي الحاج هلال على راس الكل. الناس دي خدمت المعهد فعلا بكل ما اوتت من قوه، وكان لهم فضل كبير جدا في تخريج اجيال من ضمنها احنا الموجودين. الطاقم معظم الطاقم الموجود دلوقتي يعتبر ثمره جهود فضيله الشيخ احمد والشيخ فكري وعمي الحاج هلال، وطبعا جهود اساتذتنا الكرام. نرجو من الله عز وجل ان يوفقنا الى كل خير وان يمدهم بطول العمر وحسن العمل. ونبدا هذا الحفل الكريم بايات بينات يتلوها علينا فضيله الشيخ مصطفى بن فضل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا. لا إله إلا الله رسول الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. الله 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 نفتح عليك. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله ربنا يعيننا يا رب. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي
عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. عليه الصلاة والسلام. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. نحن على ذلك من الشاهدين ومع كلمة فضيلة الشيخ عمر فضيلة الشيخ المحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، باختصار وإيجاز، لا أستطيع أن أعبر عن مشاعر الأخوة الزملاء الأكارم، ولا يسعني إلا أن أتقدم أنا وكافة زملائي بالمعهد بخالص الشكر والتقدير للسادة الأفاضل الشيخ فكر الحصري والشيخ أحمد زلط وعم هلال بن زيد، بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه في معهدنا معهد محمد رجب الإعدادي الثانوي بسجين في العملية التعليمية. ومعلوم أن معهد محمد رجب بسجين معهد خرج أجيال فاقوا أقرانهم على مستوى الجمهورية الإسلامية. هذا التفوق لا ينبع من طالب وفقط، وإنما هناك مدرس ساعد هذا الطالب وعامل أدى خدمته من أجل هذا الطالب. باختصار شديد، لا أستطيع إلا أن أدعو لكم أن يلبسكم الله سبحانه وتعالى ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمتموه للمعهد ولأبنائكم ولطلابكم ولقريتكم شاهدا لكم لا عليكم.
وأن يجعل أيامكم القادمة في طاعة وسرور. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم. نشكر فضيلة الشيخ عمر. وكلمة اللغة العربية يلقيها فضيلة الشيخ بيومي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي شرف العربية بالقرآن الكريم وجعل النبي الصافي وصلاة وسلاما على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ترسموا خطاه قولا وعملا إلى ما شاء الله. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في 3 كلمات من القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فاشكروا له. فأتقدم نيابة عن المعهد وعن أسرة المعهد بالشكر والتقدير للأستاذ أحمد البسطويسي زلط، والأستاذ فكري كمال الحصري، والحاج هلال على رأسنا كلنا. شرفونا وعملوا وأدوا الواجب، فأدعو الله أن يوفقهم بدعاء، ولا ننسى الفضل اللي هم عملوه معانا في حياتهم العملية، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم فيما بقي من عمرهم، وأن يجعله سعادة، وأن يجعله ما قدموه في ميزان حسناتهم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى نشكر وبركاته. فضيلة الشيخ بيومي وكيل المعهد. كلمة العلوم الشرعية يلقيها الأستاذ أشرف، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العلي شأنه، الجلي برهانه، القوي سلطانه، الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعل الأمر يتنزل بينهن ببالغ حكمته، الذي كرم بني آدم بالعقل الغريزي والعلم الضروري، وأهلهم للنظر والاستدلال والارتقاء في مدارج الكمال. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد قلت حيلته والنبي وسيلته، دعا ربه أني مغلوب فانتصر، وإني لمكروب يا رحمن فاجبر من كسر. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا وهدينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهادي لأنواره الجامع لأسرار، صلاة يا ربنا تنجينا بها من الضيق، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، فمرحبا بكم ومرحبا بكم في حفلنا المتواضع. هذا الحفل الذي نكرم فيه وناس سيغادروننا، ولكنهم سيتركون مكانا في قلوبنا. قيل لأحد الحكماء: ما أضيع الأشياء؟ قال: مطر الجود في أرض سمغة مالحة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. قيل: ثم ماذا؟ قال: جارية حسناء تزف إلى أعلى. قيل: ثم ماذا؟ قال: صنيعة تسدى إلى من لا يشكرها. ومن خلال هذا الفضل والتكريم لهؤلاء الذين قضوا سنوات مديدة من عمرهم في هذا العمل التربوي والعمل القدمي، إن كلمات الشكر والامتنان تعبر عن المحبة الذين نكنهم لهم في صدورهم، نكن لهم في صدورهم تلك المحبة. فهذا العمل بما قدموه لهم الشكر والامتنان جزاء لعطاياهم وتقديرا لدورهم في بناء الأجيال وتربيتهم. إن سن التقاعد مرحلة تجمع بين شيئين: فرح وحزن، حيث يتوجب على الشخص ترك هذا المكان الذي قضى فيه سنوات مديدة. ترك ما اعتاد فعله، هذا هو، ولكن مكانته في قلوبنا. وفراغكم ستملؤونه إن شاء الله بدعمكم المتواصل لنا. أرجو العلي الأعلى أن يديم عليهم وعلينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. وأخيرا، زملائي المدرسون، إن المعهد جزء من المجتمع، صرح تعليمي مصغر، أسرة تربوية، مرشدها وقائدها شيخ المعهد
ومعلموها وهم الأساتذة الأفاضل الذين هم مشركون ومخلصون في عملهم، والطلاب وهم جنود حريصون على السمع والطاعة. نعم، التعاون يسير بشكل مرضي. وأقول لكم، أي أقول للمدرسين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إننا ندرك جيدا أننا نعيش مرحلة تتوارى فيها كثير من الصفات الحميدة شيئا فشيئا، الأمر الذي أدى إلى تفشي كثير من الأمراض النفسية والأخلاقية والاجتماعية. وبقصد الحفاظ على ما تبقى للأمة من صفات، ما تبقى لنا من صفات خيرة، نحن بحاجة إلى ميثاق شرف أخلاقي لكل المهن والوظائف يحميها مما اعتراها من عوامل الفساد الخلقي وممارسات غير سوية عانت منها كثير من المجتمعات الإنسانية وخصوصا المجتمع العربي. ولعل الكذب وعدم الصدق هو القاسم المشترك بين كل الجرائم وبين ما نعانيه. لعل ابن القيم الجوزية قال كلمة عن الصدق، قال: هو منزل القوم الأعظم الذي منه نشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين المنقطعين، فهو روح الأعمال ومحك الأقوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، لأنه عمود الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجة تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. أقول لهم في النهاية: جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه، وفراغكم إن شاء الله ستملؤونه بدعمكم المتواصل لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ومع الآن مع الأستاذ فكري. أشكركم جميعا شكرا جزيلا على هذا الحب والحفاوة، وأتمنى من الله أن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يوفقكم في أعمالكم. شكرا للأستاذ فكري، ومع الأستاذ أحمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فأنا كما تعلمون لست مفوحا ولا خطيبا، ولكن أتكلم بشعور جيش وإحساس عالي. حقيقة أشكركم، ولكن لا أشكر مين؟ أشكر إخوتي، البعض إخوة والباقي أبناء، وأنتم تعلمون ذلك. فأشكركم، ولكن أشكركم ليس بوداع، فأنا لا أقدر على الوداع، فإني تربيت هنا كعملا وانتقلت إلى هناك. قضيت في هذا المعهد الابتدائي 4 سنوات، وقضيت هناك في المعهد الثانوي 30 ساعة منذ أن نشئ وافتتح إلى أن انتقلنا إلى هنا. فكلكم أو أغلبكم أبنائي، والأب لا يكره ابنه مطلقا، ولكنه يجيش له الحب ويضمن له الحنان. فإني أشكركم على كل حال، ولكن من كان منكم يدرك أنه أضمر شيئا لي سواء بالحسنى وسواء بالسيئة، فأرجو منهم أن يصفى عني. الثاني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نحن لسنا على منبر، ولكن أقول لكم كأخ أكبر أو كمعلم لبعضكم: أحسنوا، فجزاء الإحسان الإحسان. أحسنوا في عملكم، أحسنوا مع أزواجكم، أحسنوا مع أبنائكم، أحسنوا مع كل شخص في الطريق، أحسنوا معاملتكم مع الناس، أحسنوا ما بينكم وبين الله. اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى: وللذين أحسنوا الحسنى
والذين احسنوا للذين أحسنوا وللذين احسنوا الحسنى وزيادة. استنى بس صلوا علي. للذين احسنوا ايه؟ احسنوا العمل، احسنوا التفكير. تعمل عمليه بقى، احسن العمل، احسن التفكير، احسن التدبير، احسن الظن بالناس. كل ما هو سيء طلبه الاحسن وانتقى منه الاحسن وادعى الاحسن ما يكون، فيقابله الله سبحانه وتعالى بالحسن. الجماعه بتوع اللغه العربيه عرفونا هي الحسن ايه، وهو الحسنى الذي يقابل به الله سبحانه وتعالى الإحسان. الإحسان وللذين أحسنوا يبقى أنا بحسن فعل، ولكن لهم الحسنى اسم تفضيل اسم أفعل تفضيل. طيب والجماعة اللغة العربية يقولوا لنا كده، يقولوا لنا أن الاسم أدوم في الثبات والاستمرار والتوه عن الفعل. فأوصيكم هنا ونفسي الأول، فأوصيكم ونفسي بالحسن. ربنا سبحانه وتعالى لكي يضاعف لك العمل يقول وزيادة، فلا يبقى شيء، كل منا ذهب، كل منا ذهب. أما كوني بستودع المعهد أو أستودع من في المعهد ولا أتركه ولا أقول له وداع ولا العمل وداع، فأنتم إخوتي كل يوم في الشارع معه، في المساجد معه، في المعهد معه، كأولياء أمور معه، فأنا لا أستطيع أن أستغنى عن فرض فيكم. ومن أسأت له في يوم من الأيام فرض أن يسامحه. كل الشكر لفضيلة الشيخ احمد، ربنا يمدك طول العمر وعند الشيخ عشان الحاج ايوه طبعا كلمه عن اي كلمه بعمليه قلبك كده. بسم الله. أنا أشكركم جميعا وفد الله وأشكر فضيلة الشيخ، وإذا كان حد زعلان مني فليسامحني في المعهد. الحرم المحترم عبد الهنيه راس العين الناس كلكم إخواتي. المحترم عبد الهنيه. شكرا. نتوجه بالشكر للجميع ونرجو من الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يمتعهم جميعا بالصحة والعافية، وأن يرزقهم طول العمر وحسن العمل، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع مرحوما، وأن يغفر لنا جميعا من الله. ومع خلاص بقى ضرب القرآن خلاص. أولاد عايزين صوت. الناس اللي ما خدتش فيها عايزين نصور بقى. خش قرب كده يا شيخ احمد، بس قرب عليه شوي. عايزين نصور بتاع الشكر. هو مش كل رئيس له زبون كده يعمل حاجه. صورة يا ابني حبيبي. صور مع الناس يا حبيبي، صور معاهم بقى ايه كده وصور بعدين. تيجي على السن